جوزي من حلاوتها ما بيحبش ياكلها غير من ايدي انا وبس. بيقول لي كده انت ليكي تكات بتعمليها، انا مش عارفه انت بتعملي ايه بس بتخلي طعم الفته وهم. عايزه اقول لكم فعلا دي احلى شوربه لحمه هتدوقوها في حياتكم، وجربوا وشوفوا. زي ما انتم شايفين معلقه زبده فلاحي عليها معلقه زيت، فص ثوم مفروم، كام فص حبهان، كام ورقه لوري، وفلفل حصى. حطيت بصلايه وطماطميتين صغيرين وشوحت الكلام ده كله مع بعض. حاجه غريبه ان احنا نحط الثوم في الشوربه، بس جربوا وخدوا طريقتي وادعوا لي. كام قطعة من السمين كده عشان احنا هنعمل بقى فتة وكده. واللحمة تديها صدمة، انا عايزة اللحمة يبقى ليها اللون الذهبي المحمر ده، شايفينه؟ هو ده اللون اللي احنا عايزينه. اول ما تاخد اللون من تحت اقلبها على الناحية التانية. ليه بقى؟ علشان ده هيفرق جدا في طعم الشوربة وفي طعم اللحمة. اول ما تاخد اللون انزل بقى بالمية. تكاية بقى، حطي ماسوره. الماسوره دي بتشتريها من عند الجزار، هتزود دسامه الشوربه وهتديها طعم حلو وكمان قيمه غذائيه عاليه. دلوقتي بقى حطيت سنه سكر ومعلقه ملح. هقفل عليها لان انا بعملها في الحله البريسو. انت لو بتعمليها في الحله العاديه ما تحطيش ملح، وحطي الملح في الاخر خالص عشان ما تاخرش سواها. دلوقتي بقى وهي بتتعمل هبتدي ان انا اقلي العيش بتاعي بعد ما قطعته لغايه ما ياخد اللون الذهبي ده، واصفيه واعمل بقيه الكميه. خلاص اللحمه بتاعتي استوت، هعمل ايه؟ هعمل الرز. طب ليه بعد ما اللحمه استوت؟ عشان هسقيه بالشوربه بتاعتي. معلقه زبده فلاحي، فصين حبهان، ورقتين لوري، ونشوح الكلام ده شويه وبعدين ننزل بالرز المصري بتاعنا. كوبايتين الرز المصري عليهم كوبايتين من الشوربه الرهيبه اللي احنا عملناها. انا لا، دول 3 كوبايات. شايفين اللون؟ شايفين اللون الكهرماني الرهيب؟ والله العظيم اعظم شوربة لحمة ممكن تعملوها. ولو هتعملي فراخ ممكن تعمليها بنفس الطريقة برضو، بس بدل اللحمة فراخ. زي ما انتوا شايفين كده حطيت مكعبين مرقة دجاج، واكتفيت بالملح اللي موجود في الشوربة. قلبت ووطيت عليها خالص طالما هو بيغلي كده، وغطيت وسبته يستوي على مهله. نعمل بقى الصوص الرهيب بتاعنا. مكعبين زبدة حلوين كده، ونروح نازلين بالثوم بتاعنا. طبعا توم شويه حلوين محترمين كده عشان الصوص هنعمله كتير. معلقه من الكزبره الناشفه. هقلب الكلام ده، واول ما ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده هنزل بالخل. وهنا بقى هتشمي اعظم ريحه، عظمه بجد. بعد كده هتنزلي بعصير الطماطم بتاعك وكبشه من الشوربه الرهيبه بتاعتنا. طبعا الشوربه دي كنز، اوعي تضيعيه. انا عايزه اقول لكم الرز خففته شويه بميه لان الشوربه دسمه، الشوربه غنيه جدا. دلوقتي بقى حطيت شويه سكر، شويه فلفل اسود، وقلبت. وفي الاخر خالص حيقت بالملح. وبعدين سبتها تتسبك. سيبيها بقى تتسبك براحتها. لو اللون زي ما انت شايفه كده فاتح شويه، حطيت شويه بابريكا. انا كنت حاطه على فكره معلقه معجون طماطم، بس مش عايزين نزود الحموضه بتاعه الطماطم ويبقى طعمها مش احسن حاجه. دلوقتي بقى نطبق الفته بتاعتنا. حطيت شويه من العيش الناشف عليه شويه من الصوص. التكايه دي بتفرق جدا في طعم العيش. وشويه على الوش كده، ونزلت بالرز. حطي الرز فوقيه، وبعدين اعملي نجمه بقى بالصوص بتاعك كده عشان تزيني الفته. نجمه بقى، شبكه بقى، الطريقه اللي بتحبيها. حطي شويه عيش من غير صوص على الوش عشان اللي بيحبوا كريسبي كده مش طري، يبقى ده موجود وده موجود. قطع اللحمه، وهوريكي اللحمه سواها المظبوط عامل ازاي. دلوقتي بقى تعالوا نشوف اللحمه عامله ازاي. سواها تحفه، شايفين دايبه قد ايه؟ وهو ده السوا الصح. يلا ناكل بقى. الف هنا وشفا عليكم.